السلام عليكم. تخيل معايا كتفيق في الصباح وكتقلي شي بيضة وكتقول اوه فطار صحي هذا. ولكن واش في الحقيقة اللي كتاكل هو بيض بصح، ولا شي تركيبة كيميائية معمولة باش تغشك وتغش الملايين؟ اليوم غادي نكشفوا واحد السر اللي غادي يصدمكم: البيض الاصطناعي. سمعتيني مزيان، البيض ماشي من الدجاج بل من المعمل. القضية بدات في بعض الدول الآسيوية وبالضبط في الصين، فين الإبداع ما كيوقفش كما العادة، لا في الحقيقي ولا في الكذوب. بسبب الطلب الكبير على البيض وغلاء الأسعار بداو بعض الشركات كيصنعوا بيض مزيف كيشبه الحقيقي، لا في الشكل ولا في القشرة ولا حتى في الرائحة. المصيبة حتى في الطعم. البيض الاصطناعي كيتصاوب من الماء، الجيلاتين، نكهة البيض، ألوان غذائية وكلوريد الكالسيوم باش يعطيك قوام بيض حقيقي. أما الصفار فهو خليط ديال النشا، الزيت، الصباغة والقشرة، معمولة من الكربونات الكالسيوم. وماشي غير كيصاوبوها بل كيتفنوا باش يخليوك ما تشكش حتى ملي كتكسرها. فاش كتهرسها كيبان لك داكشي هابط، يا سلام تقول داكشي حقيقي. ولكن هنا كيجي الخطر: هاد البيضة المزيفة ممكن تكون فيها مواد مضرة بالصحة، ممكن تسبب ليك في مشاكل هضمية، حساسية، وحتى أمراض على المدى البعيد. كاين مواد كيستعملوها في الصناعة فقط وماشي غير مخصصة باش تكال. السؤال اللي كيبقى هو: علاش كيصاوبوا هادشي هذا؟ وببساطة راه باينة: الربح. ثمن إنتاج بيضة اصطناعية كيوصل لأقل من 0.05 درهم، مقارنة مع البيض الطبيعي اللي الثمن ديالو راكم عارفين كيرتفع نهار على نهار. وملي كتلقى السوق عطشان والمراقبة ضعيفة، بطبيعة الحال الطمع غادي يدير الخدمة ديالو. في هاد الزمن اللي كسرات فيه البدائل خاصنا نكونوا واعيين. ماشي أي حاجة كتشبه المألوف راه فعلا مألوفة، وخصوصا في هاد الوقت اللي ولينا فيها وزمن الذكاء الاصطناعي. خلي عقلك يخدم قبل ما معدتك ما تحكم. وما تنساش دير لايك وتبارطاجي الفيديو مع صحابك، واكتب لينا سيدي في التعاليق واش عمرك شكيتي في شي بيضة من عند مول الحانوت. كان معكم عبد الغفور مساري، تابعونا في القناة حيث غادي نكتشفوا ان شاء الله تعالى شلا امور وحقائق غريبة وحدة بوحدة ان شاء الله تعالى. تهلاو، السلام عليكم.